لساني وقلت عدد كلمات اللغة العربية أكثر من 12,000 كلمة، والصحيح أكثر من 12 مليون كلمة باللغة العربية. يجي بعدها بالمرتبة الثانية من حيث عدد الكلمات اللغة الإنجليزية، وعدد كلماتها 75,000 كلمة فقط. اللغة العربية أعظم لغة على مر البشرية، نزل فيها القرآن بلسان عربي مبين. آدم أبو البشرية وأبو الأنبياء وأول من خلق اسمه عربي، وعلم آدم الأسماء كلها باللغة العربية. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في تاريخ الكرة الأرضية اللي أحرفها تنطق وتكتب كما هي. جيب لك أي واحد عربي يقدر ينطق أي حرف من لغات العالم، ولكن ما هو كل العالم يقدرون ينطقون جميع أحرف اللغة العربية. يحق لك أنك تفتخر أنك عربي، ولكن لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، فإياك والغرور. العربي يستطيع أن ينطق أي حرف بالدنيا، ولكن الأعجمي ما يستطيع أن ينطق جميع الأحرف العربية. يقولون إذا أردت أن تقتل شعب فعليك أولا أن تقتل فيه اللغة. طيب ليش؟ لأن اللغة هي اللي تربط ماضي الأمة وتاريخها وأمجادها بحاضرها. وهنا برز اهتمام دولتنا بالمحافظة على الإرث العربي العظيم من باب الاعتزاز والفخر بلغتنا العربية العظيمة. أغلب لغات العالم تحصل فيها كلمات مأخوذة ومشتقة من اللغة العربية، والأمثلة كثيرة. مثلا بنانا مأخوذة من بنان الموز، بوكيه الورد مأخوذ من باقة وغيرها. من مزايا اللغة العربية إن العسل يطلق عليه أكثر من 80 اسم، والأسد أكثر من 300 اسم وغيرها. من مزايا اللغة العربية إذا تغيرت الضمة أو الفتحة أو الكسرة تغير المعنى كاملا. من مزايا اللغة العربية أنلزمكموها. الكلمة هذه إذا بتترجمها باللغة الإنجليزية يحتاج لك 6 كلمات، وهي كلمة واحدة باللغة العربية.